لعين صاحب أموال طائلة وعنده بنت واحدة، وبلغ من البخل ما لا يوصف، فكان كل يوم إذا بيطلع من الصباح من بيتهم ينطي بنته 3 أرغفة من الخبز، يقول لي هذا ال3 الأرغفة زادت لين أنا أجي بالليل، أنا إذا أجي بالليل خلاص، وصاحب أموال ولا عنده إلا هالبنت الواحدة. فيوم من الأيام طلع، بعد طلوعه شوية وإذا الباب يطرق، باب بيته يطرق، قامت البنت قالت من الطارق؟ وإذا واحد يقول اطعموني على محبة أمير المؤمنين، اطعموني أنا جائع وعندي عيال جياع، فعلى محبة أمير المؤمنين اطعموني. فقامت هي هذه البنت فتحت الباب وسلمت له 3 الأرغفة. 3 أرغفة شافهم استر وفرح، راح مسرع بيروح لعياله عشان يطعم هالجياع. العثاري ذاك اللعين جاي انتبه، قال له تعال، شاف الأرغفة عنده، قال له انت من وين هالأرغفة هذه اخذتها؟ قال له والله من البيت الفلاني. قال له شلون اخذتها؟ قال طرقت الباب وقلت لهم اطعموني على حب امير المؤمنين وانطونها 3 الأرغفة. قام اخذ الأرغفة منه وضرب الرجل ورجع الى داره. بنته شافت الأرغفة عنده حست بالشر، قالت تعالي ليش اعطيتيها الأرغفة؟ قالت سألني سائل، هذا سألني واعطيته. قال ليش تنطينا؟ قالت سألني بحب علي وانا اعطيته. قال ما علمتي ان ابغض رجل طلعت عليه الشمس عندي هذا الرجل، ليش تنطيه؟ قالت لو انا احب رجل طلعت عليه الشمس عندي هذا الرجل تخالفين امري؟ قالت مسألة الحب ماكو شيء اسمه مخالفة وطاعة، حب علي هذا دين. اخذ وياها باخذ وعطى، قالها يعني تخالفيني، انا ما اريد واحدة تخالف لتعيش معي تحت سقف واحد، وهذه اليد اللي انمدت في حب علي انا بقطعها. مدت ايدها وقطعها ورمى هذه البنت خارج. هذه البنت ما لها احد، ما لها ملجأ، هامت على وجهها في البرية، وين تروح، وين تلتجئ، وين تقصد، الى ان لاحت لها في الصحراء شجرة، قصدت ورمت بنفسها تحت تلك الشجرة والدماء تنزف من زندها، وايدها المقطوعة في يدها الثانية شايلته. ملك تلك البلاد صادف ذاك اليوم طالع الى الصيد، طالع للصيد، وحل عليها الظلام وهو في الصحراء، ما بعد يجي الى قصره، حل عليها الظلام، لله الحكمة في ذلك، حل عليها الظلام وهو في الصحراء، واذا يشوف في وسط الصحراء نور، يقول عجيبة، لو هذه نار مشتعلة ما يرتفع نورها هالارتفاع هذا، لابد ان اكو شيء. فقصد هو وحاميته الى مصدر ذاك النور، ما اقتربوا الا شافوا حيوانات لا عدد لها ولا حصر محدقة بشجرة، والنور يطلع من تحت هاي الشجرة. يوم اقترب وهي حاميته هربوا الحيوانات، والحيوانات محدقة ودموعها تنحدر على خدودها الحيوانات. يوم اقترب من تلك الشيء واذا بفتاة بلغت من الجمال ما لا يوصف، مغشي عليها والدم ينزف من زندها. امر اللي وياه شالوها وداها الى القصر، ارسل الى طبيب القصر، جاب وطبب وقف نزف الدم. انتبهت من غشوتها، شافت نفسها على فراش، يعني على سرير، ارتاعت. قال لا تخافي بنيتي، لا ترتاعي، لا تخافي. شنو قصتك، شنو قضيتك؟ قالت دعني وهمي. قال لا لابد تقولي شنو قضيتك، وايدك مقطوعة، من هو اللي قطع ايدك؟ قالت لقطع يدي والدي. اب يقطع ايد بنته؟ ما يصير، ليش قطع؟ شنو انت مسوية شيء يعني سود وجهه؟ قالت لا والله ما عندي ذنبي حبي لعلي بن ابي طالب، جناية ما عندي، بس حبي حق علي. قال بس انت حبك لعلي خلاك يقطع ايدك؟ قالت نعم. قال طيبي نفسا، انا من المحبين لعلي بن ابي طالب، انت تعتبرين الان بنتي. هذا الملك عنده ولد والي على بلاد ثانية، ارسل كتاب الابنة في المنطقة الثانية، قال له اذا اتاك كتابي فاعزم بالرحيل واتي الي، فاني سازوجك في الليلة التي ستصل فيها الى البلاد. وصل الكتاب الابنة بعد ينفذ الامر.
اجا الحق هالبنت هذا الملك، قالها انا عندي ابن وارسلت لي في بلاد ثانية وانا اخطبك ليه، شنو رأيك؟ قالت لا انا الان تحت تصرفك والامر امرك، اللي انت تسويه انا حاضره. السر هذا الاب يشوف واحدة مؤمنة ومحبة للامام مثل هذه ما راح يحصل. فاجا ابن يوم وقت اللي وصل بدأوا في الزفاف، زفوا البنت الى غرفتها شوية واذا يزفون ابن الملك الى غرفته، جلس جنب زوجته يتحدث وياها وهي تتحدث وياه وهي منكسة براسها. التفت لها قالها علي بقدح ماء اريد اشرب ماء. قامت البنت روحي فداها وقصدت الى القلة وسكبت منها في القدح ماء وجابت ومدت القدح بايدها اليسرى، فقام ياخذها من باب المزاح. هو قالها قال عجبا لأبي زوجني ببنت لا تعرف يمينها من شمالها. هذه ابوه ما قال لان ايدها مقطوعة، يقول عجبا لأبي زوجني ببنت لا تعرف يمينها من يسارها. فهذا انخمش قلبها، قالت هذه ابو ما قال لان ايدي مقطوعة، وهسه بيدري ان ايدي مقطوعة يمكن يطردني من الغرفة. فانزوت في زاوية الغرفة تبكي وما وقفت عن البكاء. ابن الملك قال انا خليني انا ارتاح وبكرة انا اتكلم ويا ابويا ويصالحني عليها. اثار الملك حاسة قلبه بهالقضية وثقب في الباب مال غرفة ابنه ثقب ويطالع باللي يصير في الغرفة حتى يبي يشوف اذا كان ابنه بيتعدى على البنت يعني بيأذيها وبيطردها هو يتدارك الامر. والملك يطالع من الثقب اللي في الباب واذا هو يشوف سقف الغرفة قد انشق الى نصفين، واذا تابوت ينزل من السماء الى الارض الى الغرفة، وابن الملك نايم وذيك في زاوية تبكي، وهذا الملك يشوف هالتابوت اللي نازل من السماء يشق سقف الغرفة وينزل الى الغرفة، واذا شوية يتبطل باب في التابوت وتنزل سوادة من ذلك التابوت وتقصد السوادة الى تلك البنت. البنت هذه رفعت راسها شافت سوادة واقفة يمها شوي ارتاحت. من انت؟ قالت لا ما عرفتيني. انت ما عرفتيني؟ من وانت؟ قالت انا مولاتك فاطمة، انا ام الحسن والحسين. وضمت البنت لصدرها والبنت تقول انت مولاتي فاطمة؟ منو انا تجيني فاطمة؟ منو انا شنو مقام تجيني فاطمة؟ وهي ضمتها واذا بفاطمة تلتفت الى جهة التابوت تصيح علي يا علي. اجابها لبيك يا ابنة رسول الله. قالت لها البنت قطعت يدها في محبتك، اريدك ترجع ايدها الى حالتها الاولية، ترجع ايدها لحالتها الاولية. واذا الامام بكف يده كف موجودة ويحط تلك الكف على ذلك الزن ويمر بايده، ان شاء الله يمرها على صدور مرضى المؤمنين هذه الليلة، يمرها على صدر كل مهموم وكل مغموم يزيل غمه وهمه ان شاء الله، يمرها على صدر كل طالب حاجة ويقضي حاجته ويسر امور ان شاء الله، يمرها على قلب كل خايف، على صدر كل خايف يأمن خوفه ويفرج همه، يمرها على صدر كل صاحب قضية متعسرة يسر امره. يا علي يا علي شيعتك في شدة، الله الله يا علي، الله الله يا امير المؤمنين شيعتك في محنة في بلاء وما عندنا ملجأ الا انت يا علي، ما عندنا غاث ونستغيث به الا انت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له الا انت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي. مر بتلك اليد المباركة على تلك اليد المقطوعة فعادت كما كانت واحسن، واذا بتلك الفتاة اخذت تقبل يدي فاطمة وتشوف ايدها صحيحة رجعت على زنها، ودعتها فاطمة
القصر كلهم يقولوا لك ان ايدها مقطوعة، لكن تعال شوف ايدها ردها علي مكانها. يا علي يا علي، انت علشان ما تكسر خاطر هالبنت رديت ايدها على زندها. شلون